ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده فيديو من اوله، من اول ما صحينا. بصوا، من اول مج النسكافيه. طريقه الشاليمو دي انا بوريها لكم عشان اللي ما عندوش مضرب نسكافيه وعايز يعمل فوم. عايزه اقول لكم دي بتعمل فوم احلى من مضرب النسكافيه ذات نفسه. بتقصيها كده من تحت الطراطيف وتعمليها ايه يعني زي المروحه كده. بتضربي بيها. بصي بقى الفوم تحفه. يعني بجد بتعمل فوم احلى 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 من بتاع المضرب كمان. بس طبعا بتاخد مجهود كده شوية، بس لا حلوة بصراحة. عملنا كده حاجة خفيفة كده على الصبح، كنا قايمين مش قادرين ناكل. فقلنا نعمل حاجة خفيفة كده بقى عقبال ايه يعني ما نفوق ونشوف كده هنفطر ايه. بعد كده بقى قلت هعمل شوية بطاطس محمرة نعملهم كده في سندوتشات. هما طبعا كلوا ما كلوش كويس و... وقلت بقى اعمل بطاطس كده محمرة واعملها في عيش فينو وكاتشب وكده واظبطهم يعني واطلع الساندوتش ميكر اللي مركون كده بقى له قرن. مش بنعمل بيه من ساعة ما جبناه، والجبنة الرومي غليت. شفتوا بقى؟ الجبنة الرومي بقت غالية مولعة نور دلوقتي، كل حاجة بقت غالية. هعمل كده شوية البطاطس المحمرين، وطلعت لكم بقى طاسة كده جديدة. بلاش بقى ايه طاسة ستي وجدي والحاجات اللي بتبقى في الفرن دي. قلت لا اطلع لكم كده طاسة نظيفة. واحط فيها زيت كده عشان نقلي البطاطس. اهو طلعت الفينو. طبعا كده كده احنا اصلا كنا جايبين فينو الصبح. اهو هنعمل بقى السندوتشات. وعايزه اقول لكم الكاتشب والباربيكيو دول حلوين قوي، يعني نوعهم حلو. انا عماله بقى اجرب حاجات من ساعه المقاطعه وكده. فلقيتهم حلوين بصراحه، يعني ما يفرقوش حاجه. احنا عندنا بنحب الباربيكيو جدا، يعني ما عدا الصغيره بقى فريده هي اللي مش ملهاش في الباربيكيو قوي، بتحب الكاتشب بس. فبحط بقى للي عايز ده احط له، واللي عايز ده بحط له. اهو بصوا، بصراحة السندوتشات تحسوها اختلفت لما بتتحط وتعمل لها الحركة دي. بتحسوها طعمها اختلف خالص. بصوا اهو. وكان عندي برجر برضو عملته، بس الحتة دي ما اتصورتش يعني لقيتها مش متصورة. عملت برجر برضو، كان كده حاجة خفيفة. قاعدة بقى. لا انا هموت على رنجة، هموت على رنجة. اللي هو لا انا حاسة ان نفسي اكل رنجة دلوقتي. بعدت جبت كده رنجاية وقلت ايه اظبطها كده واقطعها وانضفها وتبلتها كده وظبطتها زي ما انتوا شايفين. وعملتها وقعدت. بصوا، جبت بقى جنب شنطة العيش ودب دب دب اكل بقى في الرنجة لما ما كنتش قادرة اخد نفسي. الرنجة لما بيبقى ضغطي واطي كمان كده وببقى دايخة كده ومهبطة، بحس ان هي لا بتظبط الدنيا كده. طبعا بقى اكلنا وخلصنا. وكنت نقع حمص في ميه مغليه، بغليله ميه في الكتل وبنقعه لحد ما ينفش كده خالص والحبايه بتاعته تكبر. حطيته بقى وولعت عليه عشان ايه الجو الشتا ده بقى بيبقى عايز حمص سحلب وشوكليت الحاجات دي. قلت عشان بالليل كده نقعد نشرب كوبايتين كده قبل ما ننام نتدفى وننام. طبعا دخلت على المواعين، قلت عشان اصحى الصبح الاقي الدنيا هاديه ورايقه ونظيفه واقوم كده بقى فايقه. احنا داخلين على المدرسة بقى خلاص، والواحد بصوا حاسس ان هو مش عارف يظبط نومه ومش عارف هيصحى بدري ازاي ويقوم يصحيهم ازاي، والدنيا معايا بايظة خالص يعني. اهو شطبت المواعين كده زي ما انتوا شايفين، خلصت اهو خالص. خليت الحوض فاضي وزي الفل. يا بصوا متعة 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 متعة. هنا بقى ايه. كنت بعمل شوية مكرونة. بصوا انا عيالي مش بياكلوا الرنجة، يعني انا عيالي مش بياكلوا الرنجة خالص. يعني الرنجة دي كانت ليا انا. وباباهم راح منقنق كده معايا شويه. عيالي ما بياكلوش الرنجة خالص، فقلت بقى هعمل لهم ايه، هعمل لهم مكرونه وهعمل لهم بانيه. احنا طبعا الصبح كنا فطرانين البطاطس المحمره، وكنت عملت كام واحده برجر كده فطرنا. و... وبعد كده بقى ايه، في ميعاد الغدا بقى انا اكلت الرنجة، هما طبعا ما كلوش. فايه قلت اعمل لهم بقى هما شوية مكرونة كده بصلصة، واعمل لهم معاها كل واحد كده حتة بانيه. بصوا المكرونة طالعة تحفة تحفة بصراحة، بس انا مكنتش قادرة اكل اساسا. الرنجة قضت خلاص عليا. بصوا بقى الطريقة بتاعت الكيس دي حلوة جدا، ما تبهدلكيش الرخامة، ما تبهدلكيش حاجة، هتخلي لك المطبخ زي الفل. وهنا خلاص الحمص اهو، وتصبحوا على خير.